تخيل معايا السيناريو ده. انت نقلت السيستم بتاعك للمايكرو سيرفيس، وعملت كونتينرايزيشن لكل خدماتك، والسيستم شغال على الكلاود وزي الفل. وفجأة الساعة 3 الفجر جالك ترافيك عنيف وغير متوقع بسبب الضغط في 5 كونتينرز بتوع البيمنت سيرفيس، حصل لهم اوت اوف ميموري وماتوا. وفي سيرفر كامل من سيرفرات الكلاود حصل فيه مشكلة وخرج بره الخدمة. السيستم بيقع واليوزرز بيصرخوا، واللود بالانسر عمال يبعت ترافيك لكونتينرز ميتة أصلا. في اللحظة دي الدوكر عمل وظيفته العبقرية بالملي وشغل الكونتينرز بنجاح، بس اللعبة كبرت وبقت بره حدود صلاحياته. الدوكر مصمم بمبدأ السنجل ريسبونسابيلتي، وظيفته الكونتينرايزيشن وإنه يضمن إن الكونتينر شغال صح، لكنه مش مصمم إن هو يشوف الصورة الكاملة لشبكات السيرفرات الكلاستر. وهنا محتاجين طبقة جديدة تدير المنظومة دي كلها أوتوماتيكيا. مين بقى اللي هيصحى الفجر عشان يكتب دوكر رن ويقوم اللي مات؟ ومين اللي هيبلغ لود بالانسر باللي بيحصل؟ في الموقف ده احنا مش محتاجين مجرد جنود، احنا محتاجين قائد لكتيبة الدبابات دي كلها. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا بنخطو اول خطوة في عصر الكونتينر اوركستريشن. اهلا بيكم في مملكة الكوبرنيتس. يعني ايه كونتينر اوركستريشن؟ ببساطة هي عملية إدارة وتنسيق وتوسيع مئات الكونتينرز بشكل أوتوماتيكي بالكامل بدون تدخل بشري. والملك المتوج في المجال ده هو كوبرنيتيز. عشان تفهم كوبرنيتيز صح كاركتكت، لازم تفهم الفلسفة اللي قايم عليها، وهي الديكلاراتيف ابروتش، أو العمارة القائمة على الوصف. في الأنظمة القديمة كنت بتدي أوامر: روح قوم السيرفر ده، ولو حصل كذا اعمل كذا. في الكوبرنيتيز الموضوع مختلف. انت بتكتب ورقة مواصفات بسيطة، ملف يعمل، وبتقول له يا كابتن انا عايز السيستم بتاعي دايما يكون فيه 5 نسخ شغالين من الاوردر سيرفيس. بس كده. دي بنسميها الديزايرد ستيت، او الوضع المستهدف. الكوبرنيتيز بياخد الورقة دي ويقعد يعمل حاجة اسمها ريكونسيليشن لوب، دايرة مراقبة ما بتنامش 24 ساعة. بيبص على أرض الواقع الأكشوال ستيت، لو لقى ال5 نسخ شغالين تمام، لو لقى نسخة ماتت وبقى 4 في أجزاء من الثانية، وبدون ما يصحيك من النوم هيروح مطلع نسخة 5 جديدة فورا عشان يرجع الكفتين قد بعض. ده اسمه السيلف هيلينج. بس السؤال الذكي هنا، هو الكوبرنيتس بيراقب الكونتينرز بس؟ لا طبعا، ده بيراقب السيرفرات والنودز نفسها ثانية بثانية. جوه كل سيرفر وركر نود بيكون في جندي مخلص نازل اسمه كيوبليت. الجندي ده وظيفته يبعت إشارة دورية اسمها هارت بيت، أو نبضات قلب، لغرفة العمليات الكنترول بلين كل كام ثانية، كأنه بيقول أنا صاحي وعندي رامات ومساحة والكونتينرز اللي جواه سليمة. أول ما السيرفر يقع بالكامل ونبضات قلب تقف، الكنترول بلين بتلقط ده فورا وتغير حالته لنوت ريدي، وفي أجزاء من الثانية بتؤمر اللود بالانسر يقطع عنه الترافيك تماما، وتصدر أوامر للسيرفرات التانية السليمة: قومي لي كونتينرز جديدة فورا هنا بدل اللي ماتت هناك. تعالوا نشرح معسكر كوبرنيتس بيشتغل ازاي من جوه. الكنترول بلين، غرفة العمليات، دي الماستر نود، القائد اللي قاعد في مكتبه معاه الخريطة وورقة المواصفات اليامل، وبيراقب كل حاجة، وهو اللي بياخد قرارات الحرب. الوركر نودز، عنابر الجنود، دي السيرفرات الحقيقية اللي شاحنينها جوه المعسكر عشان تشيل الشغل الفعلي. البود، خيمة الجندي، دي أصغر وحدة في عالم الكوبرنيتز. الكوبرنيتز ما بيتعاملش مع الكونتينر بشكل مباشر، هو بيغلف الكونتينر جوه غلاف اسمه بود، كأنها خيمة حماية للكونتينر بتاعك. الإنجليس، بوابة المعسكر الرئيسية،
طب الترافيك اللي جاي من الانترنت بره هيدخل ازاي للبودز المستخبية جوه دي؟ هنا بيجي دور الانجليس. ده هو الجيت كيبر او جندي الاستقبال على بوابة المعسكر. بياخد الطلب من اليوزر ويوجهه بأقصر وأأمن طريق للبود الصح اللي بتخدم الطلب ده، وبيشتغل كأنه ابلكيشن لود بالانسر ذكي جدا على بوابة السيستم. قائد الكتيبة ده بيدي السيستم بتاعك 3 قدرات خارقة، هما سبب إن الشركات الكبيرة ما بتستغناش عنه. القدرة الأولى الأوتو سكيلينج اللحظي. السيستم لقى ضغط، الكنترول بلين بتلمح إن السي بي يو بدأ يرفع، فتقوم مكررة البودز دي من 5 ل50 نسخة في ثواني. هوريزونتال سكيلينج، أول ما الضغط يقل بيموت النسخ الزيادة عشان يوفر فلوس الكلاود. القدرة التانية الزيرو داون تايم ديبلويمنت الرولينج ابديت. زمان عشان ترفع نسخة كود جديدة كنت بتقول لليوزر الموقع تحت الصيانة. مع كوبرنيتيز لما تحب ترفع إصدار جديد يبدل الخيم البودز واحدة واحدة، يشغل نسخة جديدة ويتأكد إنها سليمة بالهيلث تشيك، وبعدين يطفي واحدة قديمة لحد ما السيستم كله يتحدث واليوزر شغال ومحسش بيوقف الخدمة لثانية واحدة. القدرة التالتة السيرفيس ديسكفري. البوتس جوه المعسكر بتموت وتصحى والاي بي بتاعها بيتغير كل دقيقة. الكوبرنيتيز جواه تكنولوجيا بتخلي الخدمات تلاقي وتكلم بعضها اوتوماتيكيا مهما اتغيرت اماكنهم. لحد هنا والكلام يبان سحر، بس كسوليوشن اركتكت لازم تسمع الحقيقة اللي ما بيقولوهاش بتوع الماركتينج. الكوبرنيتيز ليه ضريبة مرعبة، وضريبته هي الكومبلكستي. الكوبرنيتيز تكنولوجيا ضخمة وتقيلة، محتاجة مهندسين ديف اوبس شاطرين، ومحتاجة مصاريف وتكلفة كوست مش قليلة على الكلاود لمجرد تشغيل غرفة العمليات الكنترول بلين. عشان كده الخلاصة الهندسية النهاردة بتقول لو مشروعك عبارة عن ابليكيشن صغير 3-4 خدمات ما بيحتاجوش سكيل عنيف، أرجوك ابعد عن الكوبرنيتيز، ده هيكون اوفر انجينيرنج وضايع للفلوس. استخدم حلول أبسط زي الدوكر كومبوس أو AWS ECS. لكن لو بتبني distributed system ضخم مايكرو سيرفيسز حقيقية، عندك عشرات الخدمات ومحتاج هاي افيلابيلتي صارمة، والداون تايم عندك معناه خسارة ملايين، هنا الكوبرنيتيز مش رفاهية، ده هو المنقذ الوحيد وضمان الأمان للسيستم بتاعك. الكتيبة دلوقتي جاهزة والقائد في مكتبه، بس السيرفرات دي كلها في الآخر بتكلم قاعدة بيانات واحدة. وإذا كانت الابليكيشنز بقت ستيتلس وسهل تتكاثر، فالمصيبة الكبيرة بتظهر لما الداتابيز تشتكي تحت الضغط. استنونا في الكبسولة الجاية عشان نشوف ازاي بنعمل سكيل للوحش الأكبر قواعد البيانات. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.